اهلا بيكم في قناتنا فراولة في المطبخ. بناء على طلباتكم مكملين معاكم سلسلة الاكلات الصيامي اللذيذة. النهاردة هنعمل شاورمة البتنجان. ايوه زي ما سمعتم كده، شاورمة البتنجان. الاكلة دي بجد بجد جميلة ومغذية وسهلة وسريعة وكمان اقتصادية. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بس اذا كنتم اول مرة تشوفوا القناة، تعالوا انزلوا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل اشعاراتنا بوصفاتنا الجديدة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. معانا هنا كمية حلوة قوي من البتنجان، بنقطعها دواير وبعدين صوابع اكننا بالظبط بنعمل البطاطس، وبعدين بنحطها في مصفى ونرشها بشوية ملح علشان تدبل وتنزل ميتها. معانا كمان طماطم مكعبات، فلفل الوان، ولو مش متوفر عندنا مفيش اي مشكلة بنستكفي بالاخضر. معانا كمان بصل جوانح او جوليان. معانا كمان عصير ليمونة، ومعلقتين 3 خل، وفصين 3 توم. والسر كله بتاع الاكله دي في خلطه الشاورما الجامده دي اللي عملناها قبل كده مع بعض في اكله صيامي قبل كده بالبطاطس، مكونه من الكركم والبابريكا والكزبره والحبهان والقرنفل وكمون وقرفه وجنزبيل وفلفل اسود. دي اساس الاكله او الوصفه، دي هي اللي بتفرق في طعمها، بتوديها في حته تانية خالص. تعالي مع بعض نشوف هنعمل ايه. في حله على النار هننزل بشويه زيت، وانزل بالبتنجان بتاعنا المتملح وميته نزلت وتصفت. هشوح البتنجان في الزيت تشويحة حلوة جدا لغاية ما تطلع كل ميته، لغاية ما يدبل ويوصل للمرحلة اللي احنا شايفينها دي. هكون شغالة تقليب طول الوقت. هنزل بعد كده بالبصل وادبله مع البتنجان، هاخده تقليبة كده مع البتنجان، وبعدين هنزل بالفلفل الالوان برضو هدبله كويس. الاكله سريعه جدا جدا، مش هتاخد مننا اي وقت خالص، وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا لاولادنا. وطعم السندوتشات زي بره بالظبط، مش هتفرقوها عن بره. بجد السندوتش قنبله. هننزل بعد كده بعصير الليمون والخل، ومعلقه كبيره حلوه قوي من تتبيله الشاورما اللي احنا عملناها قبل كده. ودي بقى الفارق في الطعم، دي اللي هتخليها في حتة تانية خالص، اكنكم بتاكلوا شاورما فعلا بتاعت بره. هندبلها خالص وتوصل معانا للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي، ونتنشف كلها من المية، ونبدأ نعبي سندوتشاتنا الجامدة. معانا الشاورما ومعانا كمان طحينة والعيش السوري الطازة. هنعبي سندوتش سندوتش. العيش السوري بيبقى بالشكل ده، وهحطه كمان بالشكل زي ما هو بالشكل اللي متطبع عليه ده، وانزل بالطحينة اوزعها كويس في الساندوتش. وبعد الطحينة هنزل بمعلقة حلوة من الشاورما. يا جماعة الأكلة بجد كانت ريحتها جميلة جميلة، وتتبيلة الشاورما فارقة جدا. الناس حتى اللي مش بتحب البتنجان هتعجبها جدا الأكلة دي أو الوصفة دي. طعم البتنجان مش باين أو صريح قوي في الأكلة، لكن هو توليفة مع بعضها جامدة بجد جامدة. هنعبي السندوتش التاني برضو. اللي مش حابب يحط طحينة ممكن تستغنوا عن الطحينة وتحطوا تومية او كاتشب زي ما تحبوا، اي مقبلات بتحبوها ضيفوها. بعد ما بنخلص السندوتشات والكمية بتاعتنا، طبعا هي مش كل الكمية بس اللي خلصته قدام التصوير، بنزل في طاسة على النار وشمعها تشميعة حلوة. ما اقولكوش بقى التشميعة دي بتبقى فارقة جدا في التست. بشمعها بالطريقة دي بيبقى طعم العيش جميل جدا جدا وهو سخن كده وبيقرمش. لما بمشي عليه السكينة بيبقى مقرمش قوي، ريحته بقى جامدة. ما تقوليش بقى سندوتشات من بره. لو صايمة دي افضل حاجة تغيري بيها اكلات الصيامي بتاعتك والروتين في الصيام. دي وصفتنا النهاردة. لو عجبتكم انزلوا شاركوا بآرائكم فيها، شجعونا بكومنت وشيروا الفيديو، دي حاجة بتبسطنا. شكرا ليكم جدا وشكرا لمتابعتكم.